فإياكم والظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، وإن المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. وقد قيل: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وإن أجدر الناس بمدافعة نوازع الظلم عن أنفسهم هم أولئك الذين توسد إليهم شؤون البلاد والعباد. فإذا قمت بين الناس فليكن قيامك في حاجاتهم، وإذا حكمت فاحكم بالعدل. وإياك والكبر، فإن الكبر إذا ما واتاه منصب ما كان إلا ضغثا على إباله. وإن هذا العمر قصير، الساعات فيه لا تلبث أن تنقضي. وإن في هذا الكون أوطارا لها فرص تبرق وتأتلق، الأوطار فيها أحيانا تجتمع وأحيانا تفترق، وتذوب على فواتها النفوس وتحترق. فما أجدرك أن تتمثل قول الشاعر: لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. احرص هداك الله على أن تعالج ما أشكل بالإيضاح، وما فسد بالإصلاح، وما خفي بالتكشيف، وما بدا بالتصريف، وما أرق بالعتق، وما خرق بالرتق، حتى يستقيم لك الأمر كله. واعلم هداك الله أن الرياسة لا تكون حتى تصفو من مقابح الكبرياء، وحتى لا يكون فيها شيء من مخايل الزهو والكبرياء.